ياسمين مره وانا صغيره كنت عايز اروح مكان، ولكن ماما مش موافقه، فقررت الم هدومي واهرب من البيت واروح عند عمتي، وكنت عامله خطه كامله. ماما نزلت بهدوم البيت عشان تلحقني في الشارع. كان عندي سنه تقريبا. ايه الطفله اللي اتفطمت وشقت طريقها دي؟ فين ياسمين؟ هاي ياسمين، هتدوها مايك ولا ايه؟ انا هموت واعرف اللي واقفين بيجيبوا انت لبست على لبس الشغل. القميص ما هيرجع، سايبه بالتيكت. ازيك يا عمر؟ ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كان الحمد عندي لله 7 تمام. سنين على فكره، ما كانش عندي سنه ولا حاجه. 7 سنين. انا افتكرتك بتفكري. كان عندي سنه. كان عندك 7 سنين. وعملت الخطه بقى كامله متكامله. سبت البيت فعلا؟ ولميت هدومي وبعدين يعني ايه؟ ما كل حاجه ولسه سايبها لحد دلوقتي. امي فاكراها طشاش كده، مش متذكراها قوي يعني. لا الحمد لله لحقتني بقى. طب وعملتي ايه؟ اتمسكتي امتى؟ يعني انا وماما كنا ساعتها مروحين من بره، وانا مصره اني اروح لعمتي وهي مش راضيه. فروحنا البيت ولوحدنا في البيت. استنيتها في اللحظه اللي دخلت تصلي فيها عشان الم هدومي بمنتهى والحدت انت بقى رحتي لما الشنطه. وبعدين بس من ذكائي بقى عملت ايه؟ يعني احنا اصلا ساكنين في اول الشارع بتاعي، في تاني عماره على طول. كان ممكن اطلع على الناصيه اعمل بقى اللي انا عايزاه، توقفي اي حاجه تقولي له عمو ركبني هرم. لا انا ماشيه في اخر الشارع لغايه الاخر. وكان عندنا جارتنا ساكنه تحتينا، كانت شايفاني. ايوه. لا وشايفه وبعدين شايفه طفله صغيره معديه عادي سايباها، يعني مش مثلا رايحه فين ولا اي حاجه خالص. طبعا ماما سمعت باب البيت بيتقفل، ما صدقتش. وانت كل ده حصل ولسه ما اتخطفتيش؟ لا انا مشيت لاخر الشارع. انت كنت ساكنه فين معلش؟ مهندسين. كملي احكي لي قصه بنت برضه سابت البيت عندنا. بص انا كنت عامله الخطه بقى ايه، ان انا هركب تاكسي وبعدين هختار. يعني لازم التاكسي يكون السواق شكله طيب وراجل عجوز كده. كان عندك 7 سنين ومعاكي فلوس تركبي تاكسي؟ ومعيش فلوس اصلا. بس انا بقى ايه، ما انا هقول لك بقى. هوصل عند عمتي اروح قايله لها لو سمحتي حاسبي التاكسي. الخطه موضوعه اوكي. اتمسكتي فين؟ لا على نص الشارع بقى قبل اللحظه اللي هوقف فيها التاكسي. امك طبعا طلعت من الصلاه وراحت نازله بقى. طبعا بقى. احنا مره بعد صلاه الجمعه عايزين بقى تسول. تعالوا. كان في عارفين الراجل اللي بيمشي بيبيع غزل البنات في اكياس ومعاه مزمار ده، عارفينه؟ في طفله قالت له ايه يا عمو، فحسها لطيفه، قال لها تعالي اديكي غزل البنات من الحلو. بعد صلاه الجمعه والشباب كلها واقفه، خد البنت وطلع بيها من الشارع. مامتها فتحت الشيش، ما طلعتش والله، طلعت قالت يا لهوي بنت اتخطفت بهذا الهدوء. والمصحف الشريف جابوا المزمار بتاع الراجل فلقوا الراجل ضرب وخلوه يقف يبيع للعيال ببلاش. يعني هم ضربوه وقالوا له زمر